مالك يا ابو الصحاب؟ من ساعة ما قعدنا كده وانت مش طبيعي، شكلك مش عاجبني، في حاجة ولا ايه؟ مفيش، الواحد متضايق مخنوق. متضايق ليه ومخنوق من ايه؟ قولي، فضفض وطلع اللي جواك يمكن اريحك. واحد بيفكر في شوية حاجات كده تعبينه وقلبين مخ، مش عارف يرتبها ازاي. حاجات ايه دي؟ انت مش طبيعي وما تتكلم بألغاز. بتفهمني في ايه؟ فهمك، بس انت صاحبي وغالي عليا، والكلام اللي هقوله ده هيفضل سر ما بيننا حتى لو انت مش موافقني. تمام، اتفقنا. قول لي بقى. واخد بالك انت للحاج ناصر؟ الحاج ناصر عنده فلوس ما تاكلهاش نار، ورغم كل ده عنده حتة عيل، عنده 4 سنين، طالع ابن عز. ليه احنا فقريين ما نبقاش زي ابن ناصر؟ فقول الحمد لله، احمد ربنا على القليل اللي معاك، تبقى عايش مبسوط. متعكرش دماغك، انت مالك ومال اللي عنده. لا يا صاحبي، لازم نشغل دماغنا. انا جالي فكر، وان شاء الله هخطط تخطيطه تمام. ناخد لنا قرشين من عم ناصر. قرشين من عم ناصر؟ انت ما تفكر في ايه ياض؟ فكر في لعبة صغيرة كده نعملها مع عم ناصر، هنطلع بقرشين من وراه. معايا ولا ايه؟ معاك في ايه؟ مش هفهم الاول. نعمل لعبة صغيرة كده على ناصر، ونخطف الواد الصغير ونخبيه شوية. احنا مش هنعمل له حاجة عشان ما تفكرش ان انا بخطط تخطيط عالي. احنا مجرد هناخد الواد ونركنه عندنا شوية، ونتصل بناصر نلهف منه قرشين حلوين، وبعد كده نرجع للواد. يا عم ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ده الحوار ده وتسجننا انا وانت. يا عم سجن ايه؟ احنا دي لعبة صغيرة، مش هيحصل حاجة، ما تخافش، اطمن. مش مرتاح للموضوع ده. براحتك، لما اعملها انا وحدي وتلاقي الفلوس لعبت معايا ما تبقاش تيجي تعيط. الله الله الله، الفلوس تلعب في ايدك لوحدك؟ مالك يا ابو الصحاب؟ زعلت جو ليه كده؟ احنا عايشينها مع بعض على الحلوة والمرة، مش هينفع اسيبك لوحدك يا صاحبي. معنى كلامك ان انت معايا في العملية دي؟ معاك يا ابو الصحاب، يلا وزي ما تيجي هيجي كل خير ان شاء الله يا ابو الصحاب. ايه ده؟ عشان انا دخلت معاك في العملية وشك اتغير وحلو كده ليه؟ ده عشان شوفتك بس يا ابو الصحاب. يلا بينا نشوف اللي ورانا. يلا كده وخلاص، مش نشوف هنعمل ايه، ناخد الواد ازاي. سهلة وبسيطة يا ابو الصحاب، انت خليك ورايا وان شاء الله في خير. بس عرفنا هتعمل ايه. انا هستدرج الواد كده بأي حاجة حلوة كده تزغلل قدام عينيه، عيل صغير بقى، وبعد كده هنقوم باللازم. ايه هو اللازم اللي هنقوم بيه؟ هناخد الواد بعيد ونخبيه، ورينا على ابوه زي ما احنا قلنا. كده تمام، انا فهمتك. يلا بينا. يلا يا ابو الصحاب، اتكلنا على الله. انا اشكركم مشاهدينا الاعزاء على متابعة القناة، وبنقول لك ما تنساش تضغط لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس.